36 لقطة زوم في فيلم واحد، 25 منها للخارج، والاتجاه السائد مقصود. فيلم باري ليندون للمخرج كوبريك، قصته رجل إيرلندي من القرن الثامن عشر يصعد من الفقر لأعلى طبقات المجتمع بالحرب والمراوغة والزواج. الفيلم يبدو لك نوع الطموح، لكن المخرج يقول عكس هذا تماما. الإنسان مهما صعد يبقى صغيرا أمام التاريخ والزمن والطبيعة، وقرر يقول هذا بأداة واحدة مستخدمة بطريقة ما حد جربها قبله: الزوم. معظم المخرجين يستخدمونه للداخل، جذب الانتباه لوجه أو تفصيل أو لحظة عاطفية، لكن المخرج هنا عكس القاعدة تماما، خلى توقيع الفيلم كله الزوم للخارج وبطيء. 36 لقطة في فيلم طوله 3 ساعات. باري في لقاء حبيبته تبدأ الكاميرا قريبة من وجهين بلحظة عاطفية، ثم تبدأ تبتعد حتى يغرقان في الحديقة، والحديقة في الطبيعة والطبيعة في السماء، وكل ما ابتعدت الكاميرا صغرت اللحظة. اللي حسيته حب فريد صار مجرد مشهد صغير في أرض واسعة شاهدت آلاف العشاق قبله. وفي مشاهد القتال تبدأ بجنود في تشكيل معين، ثم تبتعد الكاميرا إلى ما يصيروا خطوط في منظر طبيعي، مجرد شكل بصري بارد على الأرض. وفي لحظات ذروة نجاح باري لما يوصل لقمة ثروته تبتعد الكاميرا عنه حتى يبدو أصغر مما كان. الفيلم يحكي لك بالانهيار القادم قبل ما يحكي له. الزوم للخارج يصنع شيء ما تقدر عليه أي أداة، يثبت الشخصية داخل إطار بينما يتسع العالم من حولها، وهي اللي تتحرك العالم اللي يبتلعها. أي تراك أي دولي كان دائما يبقى البطل محوريا في الكادر، لأن الكاميرا تتحرك معه وتخليه مركز الصورة. لكن الزوم للخارج واحدة يخليه ثابت في مكانه والعالم يكبر من حوله. واللي نفهمه إن أدواتك دائما ما هي محايدة. الزوم للداخل يقول للمشاهد هذا مهم انتبه، والزوم للخارج يقول ما تظنه مركز الكون ليس كذلك. فاللي نتعلمه من هذا الأسلوب إن المسافة أحيانا ممكن تكون هي المعنى اللي نحاول نوصله. السؤال اللي أتركه لك: في مشهد تبغى تعظم شخصيتك، هل دائما تقترب منها؟ ومتى تكون المسافة هي المعنى؟